بصوا يا حبايبي هعمل الصلصه. حطيت الثوم والشطه الخل والشطه الخل. ده مش هنعمل ده. استنى. الطماطم اتحمرت. حطيت الطماطم اهو. دي صلصه الكشري. هنحط لها بقى، حطينا لها ماجي، فلفل اسود، شويه كمون في الاخر خالص بمرر بس، وبتتسبك وبقى دي صلصه الكشري. حط ميه المكرونه على النار تغلي، احط المكرونه فيها. حمص الشام اهو، شو شكله جميل ازاي. حطينا له ملح، شويه كمون، وهنا تقليه الكشري، وهنا بتاع العدس حطينا له كمون وملح وكده. والرز وريتهولكوا، عملت رز بالشعريه. وعملنا الصلصه طبعا. حمرنا الثوم، حمرت الثوم وحطيت فلفل حراق احمر فيها وحمرتهم. حطيت الطماطم بس. وتاكلوا كشري مصري بقى بألف هنا والشفا. المكرونه يا حبايبي بتاعت الكشري تتسلق، هحطها في مصفى واشطفها وخلاص. بعد ما تتشطف كده عشان تتركن، تحطوا شويه زيت صغيرين فوقيها فلفل وتقلبوها بس. بصوا يا حبايبي شكل الكشري. عايز بقكم بحب وانا باكل احط ليمون. ودي دقه بالثوم والخل وشطه وكده. وده حمص الشام، احط له ليمون وشطه واشربه معاه. وهنا الصلصه، باذنجان مخلل، وزيادة عدس وتقليه وكده اللي يعوز بس. واطباق بقى ونجري في واحنا بناكل. ايه رايكم في شكله؟ عايز بقكم. اتفضلوا تعالوا كلوا. بيفتح النفس. متنسوش يا حبايبي اللايكات والاشتراكات والشير. حبايبي حمرت الشرايح، حطيت الرز اهو. اما يتشرب ويستوي هوريه لكم بقى. بصوا يا حبايبي سلقت العدس اهو. حطيت له ملح وكمون. وهنا التقليه هي اتعملت. ووريتكم الرز ابو شعريه اتعمل. هنوطي عليه بس يتشرب. والحمص الشام على النار. حطيت له طماطم. السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ انا هعمل كشري مصري النهارده. بحمر البصل التقليه اهي بتاعت الكشري، وبسلق هنا الحمص الشام، وبعد ما يتأمنوا اوريهم لكم. بصوا يا حبايبي العدس ابو جربه بشوحه اهو، ياخد تشويحه كده كويسه. وبعدين احط له ايه الميه لغايه ما يستوي. وهنا اللي حطيت طماطم على الحمص الشام لغايه ما يستوي برضه. في الاخر خالص احط الملح والكمون والليمون بقى في الكوبايه كنت بتاخده. هحط الميه. شوحته كويس، هحط له الميه. يستوي بقى نقول لكم من ايه. يا حبايبي عامل رز اهو بالشعريه، وسلقت العدس والحمص الشام على النار، وعملت التقليه اللي تترش. لسه بعمل الصلصه ان الرز الشعريه متحمره. احط الرز. متنسوش اللايكات والاشتراكات والشير يا حبايبي.
رز عليهم.